يقول راجي ذي العطاء الشاملي عبد الإله بن خليف الباهلي: الحمد لله الذي قد أكرم عباده بالدين حيث ألهما بالرشد والإسلام والإحسان، وبعضهم أهان بالكفران. ثم صلاته مع السلام على النبي وآله الكرام. فهذه الأبيات قد نظمتها نواقض انتشرت سميتها: اعلم بأن ربنا قد بينا في شرعنا مؤكدا وأعلنا بأن من رزق بالإسلام لا ينتفي عنه بلا اتهام، لكن إذا اتضح واستبانا كفرانه لناقض قد بانا، فمجمع تكفيره إذا انتفى موانع الكفر كما قد كشفا. وقد أبان مصطفى العدناني بأنه في آخر الزمان تكون ردة إلى أن يعبدوا أوثانهم ويجحدوا ويرتدوا، وبعضها في عصرنا قد انتشر، فهاكه وكن أخي على حذار. فكل من سب الإله كفرا أو دينه رسوله قد افترى، كذاك من سخر بالقرآن أو سنة لسيد الأكوان. وهكذا الأسماء والصفات والوعد والوعيد والطاعات، كذا الذي أبغض دين الله أو أهله أو حكم شرع الله، كالقطع والرجم وكالحجاب لكرهه كما بذا الكتاب. كذاك من بدل شرع الله بغيره فكافر بالله، كوضعهم للناس بالدستور مخالفا لشرعنا المأمور. مثل التتار هؤلاء قد كفروا، بل العماد باتفاق يذكروا. كذا إذا فضل شرع غيره أو ادعى جوازه كمثله، كذاك من جحد فرض حكمه أو لا يرى صلاحه لعهده. كذا إذا استحسن شرع ربه مع اعتقاده جواز غيره، كذا الذي جوز وارتضاه لأن ذا شرك بمقتضاه. ومثل ذا يا أخي في الله تحاكم لغير دين الله، ومن يصوب منهج الذ كفرا والمشركين الملحدين كفرا. وهكذا من لم يقل بكفرهم فحكمه بلا امترا كحكمهم، كذلك الإفتاء بالمكفرين ومدحه وإذنه فاعتبري. ومن سعى لوحدة الأديان فقد خلا عن ملة الديان. ومن بنود الكفر بالمهيمن قولهم حرية التدين. ومن أعان غيرنا أو ظهرا بحربنا حتما يكون كافرا. تضافرت بذلك الآيات ونقل اتفاقه الثقات. ومن دعا غير المنان مجمع بكفره وذا كثيرا يقع، كمن ينادي صالح الأموات لضرر أو طلب الحاجات. وكل ساحر إذا تشيطنا هدم دينه ومن تكهنا. إذا ادعى معرفة الغيوب فكافر بعالم الغيوب، كذاك من صدقه بزعمه لأنه مكذب بربه. وكل من يحرم الحلال مع علمه أو عكس ذا قد قال من غير تأويل ولا إيهام، فهو خارج عن الإسلام. كذلك العزم في الاستقبال بالكفر فهو ردة في الحال. فهذه قواطع قد كثرت في عصرنا الأخير حيث انتشرت، لا فرق بين هازل والجاد في جمعنا لدى الكتاب الهادي، علما بأن الحكم بالتعيين يحتاج بالتفتيش والتبيين.
فيا كريم نجنا من شرها وأحينا بديننا مع فهمها. والحمد للرحمن إذ وفقني لنظمها يا رب منها نجني. تاريخها كح من جماد الأول في عام غتلى بحساب الجمل. أبياتها مذ أوفر السلام على النبي أشرف الأنام.